مرحبا بكم بمزايا نعومة. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا حوته معمره بالشعريه الصينيه والخضار. كتجي بنينه وسهله في الفران. السلام زوينات ديالي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده يا ربي. الله يسهل عليا وعليكم ويرزقني ويرزقكم وييسر امري وامركم يا رحمن يا رحيم. نبداو على بركه الله. اول حاجه نديروها هي نرقدوا الشعريه الصينيه في الماء طيب. نزيدوا عليها الجوريقه ديال سيدنا موسى وضمه ديال القمرون، وهاد الضمه راه اختياريه، ونخليوها واحد 5 ديال الدقائق ونحيدوها من الماء طيب. في العاده ديالي كناخذ قشور ديال القمرون وكنسلقهم في الماء، وهذاك الماء هو اللي كنزيد عليه الشعريه باش الشعريه كتجي في هذيك الطيبه ديال القمرون. ودابا ندوز الشامبينيون نوار ولا الفطر الاسود وحتى هو نرقدوه في الماء طيب. ودابا ندوز نوجدوا مع بعضياتنا الحشوه ديالنا. على عافيه متوسطه كنحط مقله وكنزيد عليها نص كاس ديال زيت العود وتنزيد عليها الكالامار. الكالامار سلقته في الماء 5 ديال الدقائق ومن بعد قطعته طريفات صغير. ودابا غنشحرو. زدت عليه معلقه ديال الشرموله غنشوفوها انا وياكم، غنوجدها دابا شويه. ملي غنسالي مع هاد الحشوه هادي وقطع 2 فلفلات حمرين مربعات صغار وزدتهم على الكالامار. من بعد زدت الفلفل المعلب، يمكن لكم تستغناو على الفلفل المعلب وديروا الفلفل الفخيس. من بعد زدت عليهم الفلفل الاسود وحركته مزيان. خديت بصله وشحرتها في مقلب بوحدها مع شويه ديال الزيت وشويه الملح وشويه البزار. شحرته مزيان حتى ولى داك اللون الذهبي وزدتها على الحشوه ديالنا. من بعد زدت الشعريه الصينيه، زدت معلقه ديال الشرموره راه واعره كتجي بنينه. وانا كنحرك دابا. من بعد زدت نص معلقه ديال الهريسه، اللي ما كيبغيش الحار يقدر يستغنى عليها، كتعطي واحد البنه زوينه في الحوت. صافي دابا وجدنا الحشوه ديالنا. دابا ندوزو نوجدو الشرموله اللي هي اساسيه في الحوت. ناخذ واحد الكميه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، من الاحسن يكون طري. نزيدو عليه راس ديال الثومه او 8 الحبات يكونوا كبار. نزيد عليهم نص حامضه مصيره قطع طريفات. نحيد لهم العظيمات ديالهم وعصير ديال حامضه. دابا غنزيد التوابل ديالنا، معلقه ديال البصل، 2 معالق ديال البابريكا او التحميره حلوه، 2 معالق ديال الكركم او الخرقوم بلتي، 2 معالق ديال القزبر يابس، معلقه ديال الكمون، 2 معالق ديال صلصه الصوجا، شويه ديال الملح ونص كاس ديال الماء. 4 كاس ديال زيت العود او زيت الزيتون وكنطحنوه في الهشوار. غنزيد نص كاس ديال الزيت العاديه، تقريبا نص كاس ديال الزيت العاديه، ونحرك كل شيء. وها هي الشرموله ديالنا وجدات، كتجي لذيذه هاد الشرموله هادي. دابا غنجيب الحوته ديالي وغنشرملها بهاد الشرموله هادي.
غادي نشرمل الحوته ديالي مزيان من الداخل ومن برا، وغندير فيها فتيحات باش ندخل فيها الشرموله باش كتجي بنينه ولذيذه، باش تشرب لنا مزيان هذوك التوابل. صافي هنا غادي نعمر الحوته ديالنا. هاد الحوت سميتو القرب، كيجي بنين وجديد. غادي نعمروه بالحشوه اللي وجدنا من قبل. من الاحسن ملي تشريو الحوت قولوا لمول الحوت يفسحها لكم من الظهر ديالها، كتهز واحد الكميه كبيره ديال الحشوه. غادي نجمعوها بكوردون ولا العود ديال الشواء. وهنا راه سديتها بالخيط ديال الاكل باش تجمع ليا الحوته باش ما تدخلش فيها الحشوه ديالنا. درت بابي سويفي غزي في اللاطه. خديت 4 ديال المطشات كبارات وطحنتهم في مولينكس. زدت عليهم معلقه ديال الشرموله ديال الحوت مع شويه ديال الثومه مع معلقه ديال مطشه مركزه، وخلطتهم مزيان وسرحتهم في اللاطه. من بعد دابا غنحط الحوت ديالي، ومن بعد غنزيد عليهم الخضر. هنا عندي فلافل ملونه حمراء وخضراء، درتهم في هذا البول وزدت عليهم معلقه ديال الشرموله وخلطتهم مزيان. غادي نستفهم في اللاطه. من بعد خديت خيزو سلقته في شويه ديال الملح، درت ليه نص طيبه وصفيته، ومن بعد زدت عليه الشرموله، معلقه ديال الشرموله خلطتها مزيان. وحتى البطاطا هي قطعتها دواور وطيبتها نص طيبه ودرت لها الشرموله. ودابا غنبدا نستف هادشي كله في اللاطه كما كتشوف. زوقت المطيشه دوائر، زدت عليهم طرونش ديال الحامض والفلفله حاره حتى هي حطيتها فوق الحوت. درت فوق منهم الشرموله اللي بقات ليا وخويه ديال زيت العود كله دورته على اللاطه، وزدت شويه ديال الزعتر وورقه وثلاث الورقات ديال الغار ومليحه وشويه ديال الزيتون. يا سلام، ما هذا الجمال! يا سلام، لاطه فنه تبارك الله ما شاء الله عليها. حوته ديال العرضات الكبار، كتجي هماويه وكتجي زوينه ولذيذه وبنينه. جربوها ما غاديش تندموا عليها.
في الاخر غطيتها بورق ديال الطهي او بابي سولفغيزي، غطيتها مزيان ودخلتها الفران على 220 درجه لمده ديال ساعه المكانه. من وصلت 45 دقيقه حيدت البابي وخليت شويه كتحمر من الفوق. ايوا صافي، هذه هي اللاطه بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه، كتشجعوني. الله يجزيكم بالخير. شاركوا في القناه فضلا وليس امرا، باش تكبر عائلتنا ويوصلكم كل جديد ديالي. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.